هم قبضوا على الناس اللي اتقبض عليها في ناهيه بالاخص، لان انا مش موجوده في كرداسه. مم. لكن الناس اللي في كرداسه معظمهم من الاهالي، وده علشان انا بتواصل مع الناس في كرداسه. لكن الناس اللي عندنا احنا في ناهيه، كل الناس اللي اتقبض عليها ما هياش ولا عناصر ارهابيه ولا ليها في اي حاجه خالص، ولا حتى هم اخوان. دي ناس عاديه جدا من الاهالي. هم يعني امبارح دخلوا ضربوا نار، وبعد ما هديوا شويه بدأوا يعملوا حملات اعتقالات موسعة، يدخلوا على البيوت يكسروها. للأسف بمساعدة بعض المرشدين والمخبرين اللي موجودين معاهم من الناس هنا. ايه بس التهم دخلوا على بيوت. ايه التهم الموجهة لهؤلاء الذين تم القبض عليهم؟ لحد دلوقتي هو ما فيش أي، مش بيتكلموا عن تهم. هم بيدخلوا بيقتحموا بيكسروا البيت وياخدوا اللي هم عايزين ياخدوه، اللي هم داخلين له البيت. في بعض الناس اللي دخلوا ما لقوش الناس اللي هم عايزينهم، اخدوا حد غيرهم. يعني في واحد دخلوا له بيته ما لقوهوش، فاخدوا امه واخوه الصغير، واحده ست كبيره عندها 55 سنه. وامبارح بالليل حصلت يعني طلعت مسيره من بعد صلاه العشاء بتندد بالاقتحام ده، والجيش والشرطه ضربوا عليها نار عشان يفرقوها. طب بس كيف يبدو الوضع حاليا، الوضع الامني حاليا في ناهية؟ اللي حصل هو طبعا البلد مليانه جدا. والنهارده الصبح جت تعزيزات من قوات امن، جت النهارده الصبح الفجر تقريبا. وقبل صلاه الجمعه كده كانوا بداوا حملات اعتقالات تاني، ودخلوا نفس البيوت اللي دخلوها تاني، ودخلوا بيوت جديده واعتقلوا ناس جديده، وكانوا بيكسروا برضو في البيوت، وعملوا قلق ومنعوا الناس تخرج تصلي الجمعه. وبعد صلاه الجمعه الناس حاولوا يجمعوا، عملوا مسيره. دلوقتي من شويه المسيره كانت خلاص قربت تنتهي، لانهم ضربوا على المسيره قنابل غاز وضربوا عليهم رصاص حي، وفي اصابات كتير وحالات اختناق كتير، منهم اطفال صغيرين كتير. يعني ما زلتم مصرون على خروج مسيرات وأيضا العديد من المظاهرات بالرغم من ما يحدث من مداهمات لناهية وكرداسة؟ لان الناس بتخرج بسلميه تامه. يعني م. هم لما جم ما فيش اي اشتباكات حصلت مع الناس خالص. يعني حتى لما بيدخلوا يكسروا البيت ما حدش بيكلمهم. لكن الناس عايزه تعبر عن رايها بكل سلميه. ما هم لا لقوا سلاح ولا لقوا اي حاجه تدين اي حد في اي مكان هنا، لا في ناهيه ولا في كرداس، ولا حد اتعرض ليهم وهم بيقتحموا او بيدخلوا. والناس بالعكس مسالمه جدا. يعني لما منعوا الناس يخرجوا، في ناس امتنعت، ما حدش تعرض لهم. وحتى المسيره خط سيرها كان بيحاولوا على قد ما يقدروا يبعدوا عن المكان المتواجده فيه قوات الامن، ولكن هم راحوا وضربوا عليهم. بشكرك يا أستاذة هبة شكرا جزيلا، كانت معنا عبر الهاتف من ناهية. أستاذ سليم، أعود إليك من جديد. يعني في ظل هذه الحالة من الغضب الشعبي، كيف ترى مصير المسار الانتقالي اللي رسمته الحكومة الحالية؟ هو بس لو سمحت لي، فيما قاله زميلنا هشام من كفر الشيخ، تحدث على انه المظاهرات دائما عندما تجد تجمعات امنيه تتلافى هذه التجمعات وتذهب الى طرق اخرى ودروب اخرى. تمام. لا، لانها تتجنب الاشتباك مع هذه التجمعات. تمام. لا اظن ان ارهابيين يمكن ده نفس الحال في القاهرة والإسكندرية يعني وفي كل مكان. الفيوم. يعني لا أعتقد أن إرهابيين يتصرفون على هذا النحو. يعني وده كلام كله يؤكد أنه فكرة أنه احنا بنحارب الإرهاب ده كلام في الأونطة. يعني أنت لما تجد أمامك الآن القوم يتحدثون، يعني المثقفين في بتوعنا، النخبة بتاعتنا التي انحازت إلى هذا الانقلاب تتحدث دائما على دولة القانون التي يرسيها هذا الانقلاب باعتباره يعني ثورة، وأن الهدف أنها تريد أن تدشن دولة القانون التي لم يستطع الرئيس مرسي أن يبنيها، وفي الوقت ذاته تذهب إلى البيوت لتقوم بإلقاء القبض على ناس. فإذا لم تجد هؤلاء الناس أخذت آخرين رهائن، يعني على النحو الذي جرى مع هذه السيدة التي تبلغ من العمر يعني أكثر من 50 سنة، وتم اعتقالها لأن المطلوب كان ابنها أو ما إلى ذلك، ثم تعتقل الأشقاء أو تعتقل الإخوة لمجرد أنك لم تجد المطلوب، ثم تحطم المنزل. يعني إذا كنت تتحدث على أن هناك قرارات لجهات التحقيق تطلب متهمين بعينهم أو تطلب ناس بعينهم والمتهم بريء، في كل قوانين الكون المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ثم أنت تقوم بعملية توقيع الإدانة عليه وتوقيع العقوبة عليه بأنك أنت
تمارس نوع من العقاب الجماعي عندما تحاصر قرية كاملة أو منطقة كاملة، وتقوم بهدم منزل، الاعتداء على منزله وتدمير منزله وتحطيم منزله، وهذا أبدا لا يتسق مع فكرة دولة القانون. أنت الآن تتحدث على فكرة المسار الذي يسير. أنا رأيي أنهم يسيرون في طريق مسدود. كل هذه الجماهير تخرج إلى الشوارع وهم يتعاملون بمنطق أنه يستدعي عداوة ويجلب عداوة عليهم. لا يمكن أبدا لقوم يريدون أن يكسبوا أو يتعاملون على أنهم جاءوا بإرادة الشارع المصري اللي طلع 34 مليون للشارع يوم 30، لا يمكن أبدا أن يتصرفوا على هذا النحو ويتصرفوا على بهذا السلوك مع ناس هم بعد شهرين ثلاثة محتاجين انهم يخرجوا ويأيدوا الدستور اللي هم بيعملوه. فكرة انه دول يبدو انهم بيشتغلوا على طريقة حسني مبارك ويريد ان يحكم ولو لم يكن هناك شعب. لتوضيح الامر فقط استاذ سليم، ما نراه الان على الشاشة كان وجود اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الانقلاب العسكري في منطقة شبرا الخيمة، اشتباكات تحدث بين مؤيدي ومعارضي للانقلاب العسكري في شبرا الخيمة. كانت هناك مظاهرة تسير في هذه المنطقة، ومن ثم حدثت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين. بالعودة مرة أنا أفهم أن المؤيد للانقلاب العسكري، أفهم أن المؤيد لما جرى يوم 30 و3 يوليو، أفهم أنه يخرج في مظاهرة يرفع فيها صور الرئيس السيسي، الفريق السيسي او الرئيس عدلي منصور. افهم ده، يعني افهم انهم يعملوا تجمعات من اجل تأييد هؤلاء باعتبارهم الامل والمنى، وباعتبارهم يعني كان حضورهم الى المشهد السياسي مطلب جماهيري جارف. لكن الذي لا افهمه انه الناس اللي مؤيدين لدول يطلعوا عشان يضربوا في الناس المؤيدين الثانيه. يعني انا عارف ان ده كله كيف يجري. الذي يجري ان اجهزه الامن ربما تجد نفسها او لا تريد ان تدخل في مشاحنات مع هؤلاء المواطنين، فتستدعي هؤلاء باعتبار انهم يمثلون المواطنين الشرفاء. يا سيدي، دع هؤلاء الذين يؤيدون الانقلاب يخرجون في مظاهرات بديلة يؤيدوا فيها انقلابهم ويصفقون فيه لانقلابهم ويعلنون فيه انهم مع هذا الانقلاب بالباع والذراع. لكن فكرة انك تطلع بمظاهرة فيطلع لك مواطنين اصلا هم ضد الانقلاب، دي فكرة قديمة وفكرة سمجة وفكرة نعلم كيف تحدث. ومنذ 2004 عندما بدأ الحراك السياسي في مصر جرى على فكرة استدعاء البلطجية في حضور أجهزة الأمن وفي حضور مدير أمن القاهرة ورئيس مباحث القاهرة. كنا نرى هذا أمام أعيننا أمام نقابة الصحفيين، لأنه كان في أحد رؤساء المعارضة الحليفة دلوقتي بيتكلم على أنه منفجر الثورة. أحد رؤساء هذه الأحزاب قال لأجهزة الأمن أنتوا تواجهوا الناس اللي بيقفوا على السلالم دول بجماهير. ما قدروش يجيبوا جماهير، ما قدروش يجيبوا بتوع الحزب الوطني علشان يواجهوا هؤلاء الناس. استدعوا البلطجية باعتبارهم الحل الأمثل وخدموهم على أنهم مواطنين ضد هذه المظاهرات، وجرت عمليات اعتداء سجلت الاعتداء على زميلتنا الراحلة نوال علي أمام